هنعمل بقى أجمل غدا بالبانيه بطريقة مختلفة جدا، هتحبوها قوي. أنا أمنية أشرف. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لي فولو لايك شير، ويلا بينا. هقطع بقى من 4 ل5 بطاطسات على شكل حلقات كده، تكون السمك بتاعها رفيع إلى حد ما في صينية بقى. وهقطع بصلاية تكون حجمها وسط، وقطعوها بأي طريقة انتوا حابينها. وهتبل بقى البصلاية برشة كده من الفلفل الأسود، وكمان رشة من الملح. وهتبل كويس البصل مع الملح والفلفل، وبعدين هضيف البطاطس. هضيف بقى عليها البهارات، ملح وفلفل وبابريكا وزعتر وسماق وفلفل اسود، وهكون كاتبه البهارات كلها في صندوق الوصف. وبعدين هضيف كمان معلقه صغيره من الثوم المفروم، وهبدأ بقى اخلط كل اللي حطيته ده على بعض. وهضيف كمان على البطاطس معلقه كبيره من البقدونس. واخر حاجة بقى هضيفها على البطاطس 2 3 معالق من زيت الزيتون، او ممكن تستخدموا الزيت العادي. وهخلط كده وهسيبها بقى على جنب لغاية ما تتبل مع بعضها. عبال ما اجهز البانيه انا استخدمت نص كيلو، وهبدأ احط التوابل بقى بتاعتها: معلقة صغيرة من الملح والثوم والبصل باودر والزعتر والسماق والبابريكا، ونص معلقة كده من الفلفل الاسود. وبعدين هبدأ اخلط بقى البهارات كلها مع بعض، وهبدأ بقى اتبل البانيه بالبهارات دي. هستخدم ايدي كده عشان اتأكد انها اتبلت كويس قوي من الناحية دي، وبعدين هقلبها بقى الناحية التانية، وهتبلها برضو من الناحية دي علشان تبقى جسمها كله اتبل بالبهارات. هسيبها بقى 10 دقايق كده تتبل مع بعضها لغاية ما اجهز الصوص اللي هعمله. هحتاج ربع كوباية من الزيت، انا استخدمت زيت زيتون بس عادي ممكن تستخدموا اي نوع من الزيت. وكمان هضيف عليها بيضة، وهضيف معلقة صغيرة من الملح، ورشة كده من الفلفل الأسود، رشة صغيرة. وكمان معلقة صغيرة من الخل، ومعلقة صغيرة من المستردة. وآخر حاجة فصين توم مفرومين. وهبدأ استخدم بقى الهاند بلندر، وممكن كمان تستخدموا الخلاط لو ما عندكمش الهاند بلندر. واول بقى ما هخلط هيكون لونه كده شبه ابيض زي المايونيز. هجهز بقى الحشوة اللي هحشيها للبانيه، وهي عبارة عن بقدونس هقطعه، وكمان موتزاريلا. هجيب بقى البانيه وهبدأ احط عليه الصوص اللي انا عملته، علشان لما اجي احشيه بالموتزاريلا والبقدونس يبقى ماسك فيه. وكمان الصوص ده بجد هيدي البانيه طعم تحفة. بعد بقى ما حطيت الصوص هبدأ احط كمية من البقدونس، وبعدين على البقدونس هحط كمية برضو كويسة جدا من الموتزاريلا. هعمل بقى في الكمية بتاعتي كلها لغاية ما اخلصها. ممكن كمان لو مش حابين البانيه ممكن تستخدموا صدور الفراخ عادي جدا وتقسموها نصين، وتبداوا تستخدموا المضرب بتاع البوفتيك علشان يبقى السمك بتاعها رفيع شوية عشان نعرف نلفها. هبدأ بقى ألفها لفتين، هي سهلة جدا وما تخافوش مش هيقع منها الحشوة. بلفها لفة وبعدين واحدة كمان. هتحبوها جدا لما تعملوها، طريقة مختلفة ولذيذة جدا وأخف كمان من البانيه. هعمل بقى الكمية كلها بنفس الطريقة لغاية ما أخلصها. وبعدين بقى هجيب الصينية بتاعتي اللي أنا حاطة فيها البطاطس، وهبدأ أحط عليها البانيه بالطريقة دي. وبالصوص بقى اللي كنت عاملاه هبدأ أفرده بالطريقة دي على البانيه من فوق. وهدخلها بقى الفرن يكون سابق التسخين، ودرجة حرارة تكون مرتفعة، وهي هتنزل المية بتاعتها، ما ضفلهاش اي مية، وهي ما بتاخدش وقت في سوا. لو احتاجتوا في نص سواها كده حسيتوا انها محتاجة مية فضيفوا لها ربع كوباية مية.
وبعد نص ساعة كده ابدأوا بشوكة كده تشوفوا البطاطس استوت ولا لأ، وكمان دخلوا الشوكة في الفراخ شوفوها استوت ولا لأ. دي بعد ما استوت طلعتها وحطيت عليها بقى شوية كده من الموتزاريلا على الوش، وهدخلها تاني الفرن تاخد لون بقى والموتزاريلا تسيح. ودي بعد ما طلعت بجد طعمها تحفة جدا، وأسهل بكتير من طريقة البانيه، وأخف كمان من الزيت. ممكن بقى تاكلوها مع مكرونة أو رز، أو ممكن بالعيش مع شوية كاتشب. بجد طعمها لذيذ جدا وجوسي، والبطاطس طعمها تحفة، وطريقتها سهلة جدا مش بتحتاج مكونات كتيرة، وسريعة جدا. جربوها وقولولي ايه رأيكم. ألف هنا.